في عنا أمر أنه العلم ما انقطع في بلاد الشام منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا. كل واحد من هؤلاء الشباب من بلد، من أمريكا، من أوزبكستان، من سوريا، كل واحد من بلد يعني. يفهم من قولنا جاء المسافرون أنهم جاءوا مع الأمتعة، أما عندما قلنا إلا أمتعتهم والأمتعة ليست من المسافرين فهذا استثناء منقطع. ما فائدته؟ أفاد الاستدراك. بدي احكي على القوة ها، بدك نكمل ولا تريح شوي؟ جيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي وياكم الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. انت كيفك؟ أنا الحمد لله رب العالمين. اهلا وسهلا فيك. فاجيت انت مشان نشوف الشيخ رضوان. نعم. دلنا عليه وين؟ تفضلوا أهلا وسهلا. يلا تفضلوا. منورين. انت من طلاب ولا الموظفين ولا؟ أنا طالب ومنه بساعدهم هيك بسبيل الله. الله يعطيك العافية. تبرع هيك. تطوع. إن شاء الله. مرتاح إن شاء الله؟ الحمد لله والله كثير، يعني أجمل مطرح وتعليم الله الحمد لله، تعليم القرآن أجمل شيء في الحياة، يعني إنه واحد يتعلم ويعلم. شو اسمك؟ عبد المنعم السيد علي. الله يعطيك العافية. السيد علي إدلب كأنه. نعم إدلب، مدينة إدلب بنش. أهلا وسهلا فيك. صار لك زمان عم بنش؟ صار لي زمان والله بتركيا، يعني ما رحت على إدلب بنش. قد ايه عمرك وقت اللي جيت لهون؟ كان عمري 12 سنة. اوه معناته ذكريات بنش عندك. نعم. ذكريات قديمة جدا. شو اسم حارتك ببنش؟ شو اسم الجامع اللي هنيك؟ شو اسم السماء اللي هنيك؟ جامع الحسين كان. أيوة. بتذكر إيه ما بتذكر كثير لاني كنت طفل، يعني بتذكر وقتها طلعت من الحرب من الطيران، يعني ايوه. طلعت كنت طفل ما بتذكر كثير. بماذا تشتهر بنش؟ بالنيش والله يعني معروف بزلامه برجاله يعني. ايوه. نعم يعني اهل نخوي واهل خير بعرفون، انا هيك بسمع عنهم يعني. قصدي يعني انه بالزراعه بالزراعه، زراعه الزيتون، عندنا زيتون كثير ادلب طبعا، وزيت الزيتون والعنب. الزيتون في عنب. غير الزيتون الشعيبيات طبعا. إيه مشهورين بشغله جماعه بنش. والله ما بعرف انا هاي الشغله. بيسافروا بيسافروا كثير. ما بيخافوا؟ لا نحن خوف الحمد لله ما بنخاف الا من الله. إيه الحمد لله. نعم. من هون تفضلوا اهلا وسهلا فيكم. شرف اخي عبد المنعم. الله يعطيك العافيه. هون طبعا الشيخ رضوان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها ما بيمنع كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. كراماتي. أهلا وسهلا ومرحبا. هلا انا سؤالي انه الشيخ رضوان كحيل. نعم. حضرتك الكحيل الشام الشام. كفرسوسه؟ ببيلة. ببيلة فرقت. لا العيلة واحدة هي بس والله متفرقة، حتى حمص رحمه الله الشيخ سعيد. الاساس من وين بالكحيل؟ كل مين يعني يعني شو بدي لك تقسيمة قديمة هي. بس الواحد صعب يرجع 200 300 سنه. نعم لكن يعطيك الأصل العافية. واحد. يا أهلا بس وسهلا. تجمعكم الكنيه وتتعرفوا على بعض. نعم في اجتماع، في جلسة، وفي معارفة. والله شعبيتك قويه يا شيخ. الله يبارك فيك. نعم بعدها. انا صار لي 4 5 سنين بسمع عنك، لا سالت عني ولا سالت عنك، ليش؟ المقصر يعني، بس لازم احنا كمان مصريين. الله يبارك فيك يا رب. أهلاً اهلا وسهلا وسهلا فيك. ومرحبا. هون الجامع نفسه المعهد؟ لا الجامع لحال. ايوه. والمعهد مستقل تماما. الله يعطيكم العافيه. فرق. تفضل. طبعا في وفود كثيرة تأتي من أوروبا، من باكستان، من أندونيسيا، ماليزيا، طبعا علماء وناس يعني مهتمين بهذا الترتيب التعليم الشرعي، فبيجونا كثير يعني بيسألوا يعني في ناس بدها تاخذ خبرة، أو في ناس بدها تتعرف على ترتيب العمل، أو في ناس بدها تسجل أولادها أو ما أقاربها. بيسمعوا النتيجة شو هي فبيجوا بيحبوا يعرفوا نعم. انه شو عم يصير. نعم. يعني كله اساسه شغل مثابرة. ما بإذن الله الله تعالى. يعطيك العافية. زمان هون ولا من جديد؟ من جديد والله ما صار لي زمان. معناته بيطول بدها بال طويل هي القعدة هون. اهلا وسهلا. نعم. دبلوماسية ومعرفة وكتابة. استقبال ترتيب المواعيد. نعم. بس بتفيد ما هالتجربة؟ نعم بتفيد. إيه. نعم. وإذا في شيء دغري بتشكي لهون ولا؟ لا نتواصل مع الإدارة، بعدين الإدارة هي بتتواصل حسب الأصول. حسب الأصول. نعم. أكبر مشكلة مرت عليك معقدة ما زبطت؟
يعني الغياب، ترتيب الغياب، ايوه اخذ الحضور والغياب. نعم. هذا صعب ضبطه. نعم. الاداره هون اذا حدا بده شغله، بده شيء، بده كذا. إدارة العمل كاملا هنا المعهد الشرعي طبعا. في عندنا قسمين ضمن المعهد الشرعي، معهد تحفيظ القرآن الكريم لسنتين هذا المعهد، وبعدين في قسم الشريعة تعليم العلوم الشرعية والعربية طبعا. في يسبق قسم العلوم الشرعية تعليم اللغة العربية للأجانب. في عنا أجانب كتير هون، تقريبا عنا أكثر من 30 جنسية بيتعلموا اللغة العربية أولا، بعدين بيدخلوا على العلوم الشرعية. طبعا هذا العمل كان بدمشق سابقا، كان دمشق يأتيها من 80 جنسية إلى دمشق. تعرف المدارس الشرعية فيها والجامعات والمعاهد اللي كانت موجودة والثانويات الشرعية اللي قائمة في دمشق، وتعتبر كانت محجة لطلاب العلم من العالم، وانتشر منها طلاب اللي تخرجوا طلعوا عملوا مدارس ببلادهم على مدار يعني على أكثر من 80 دولة كما قلت. عملوا مدارس بأسماء نفس المدارس اللي بالشام، معهد مجمع الشيخ بدر الدين الحسني، مجمع الفتح الإسلامي، مجمع الشيخ أحمد كفتارو. كل هذا انتقل نفس الاسم لدول متعددة، والحمد لله الآن حتى الآن يعني مشايخ الشام بالذات اللي انتشروا في العالم كمان عملوا مثل هذا الأعمال في وين ما راحوا. سمعت أنه حتى في أمريكا الجنوبية، مع أنه يعني بعيدة جدا، في أفريقيا، في الفلبين، أندونيسيا، ماليزيا، يوجد مدارس ومعاهد شرعية قائم عليها علماء الشام، علماء بلاد الشام. هو لو مشروع يعني بده كتير أشياء لحتى ينوجد بمكان تاني، بس لأنه هو يعني حالة هيك مطلوبة، بتحسها انه من ايمانه الشخص نعم. باللغه العربيه وكيف ممكن يوصل وكيف ممكن كذا، فهي بتولد. هلا هون من يعني في عندك طلاب من 30 جنسيه، رقم يعني يعتبر. نعم. ما هيك؟ نعم. رغم الظروف الصعبه وكيف تماما. يعني الآن وحتى الوضع العام يعني هو ضيق، ولكن الطلاب بيصبروا والأساتذة بيصبروا والإدارة نتحمل مسؤولية كبيرة طبعا لتعليم هؤلاء الطلاب، وفيها يعني فيها جلد، وفيها إن شاء الله نحن نبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وأيضا انتشار الإسلام بإذن الله تعالى على يد هؤلاء الشباب. وطبعا المنهجية الوسطية الحمد لله اللي الله عز وجل أكرمنا فيها بهذا المكان، والحمد لله هي اللي عم تفعل هالترتيب هذا وتخلي الطلاب يقبلوا. أسلوب كيف ممكن تتعامل مع الشباب. نعم طبعا طلابنا جايين وكلهم بفضل الله يحملون الأدب والأخلاق الإسلامية وجايين بقصد التعلم، فالحمد لله يعني ما بنلاقي صعوبة كبيرة جدا بالتعامل معهم، لأنه جايين من بيئات إسلامية. حتى اللي جاي من بيئة، يوجد عندنا أناس أكرمنا الله بالإسلام ودخلوا في الإسلام وجاءوا يتعلمون، ولكن عندهم الأدب والأخلاق والسلوك. ذكور وإناث في عندك هون؟ طبعا هنا نحن عندنا هون قسم الذكور، في مكان آخر قسم الإناث موجود، نفس الترتيب تماما يعني. هلا مزبوط مثل ما قالوا لي انه المعهد بيدرس وفي ناس بتنام وتاكل وتشرب المعهد يتحمل التدريس التعليم والسكن والطعام مجانا للطلاب، هذا يبذله مجانا للطلاب. كل سنة قديش في تخريج ناس من هون؟ التخريج عدده قليل لأنه الدراسة طويلة، فيعني في طلاب ما بيتحملوا، بين 10 ل يعني 7 10 12 أحيانا، هذا العدد يتراوح بهالترتيب هذا بهالعدد هذا. كانوا بسوريا بيقولوا شو تدخل شريعة يعني صعبة، يعني بيأزموه على الشخص، بيقولوا منهجين فيه مو منهج واحد. هي فيها شيء من الصعوبة. طبعا تفسير القرآن الكريم وما أدراك، معانيه وفهمه، ناخذ منه الفقه وأصوله، الحديث النبوي الشريف كمان مع معانيه العظيمة وما فيه من أحكام شرعية أيضا وأصول الحديث. يعني في جهد كبير جدا على الطالب. المفروض يكون في انتقاء للطالب، يعني مو اي طالب بده يفوت ما بتزبط، صعب هذا الاختيار. في عنا اختبارات قبول تكون صعبة جدا، يعني لا يدخل إلا من هو أهل للدراسة الشرعية. يعني الدراسة الشرعية بدها طالب متفرغ أولا وذهنه متقد، يعني يكون عنده فهم وحفظ حافظة قوية أيضا، لأنه العلوم الشرعية بصراحة أصعب من الطب، حتى أصعب من الطب. يعني الطب معلوماته محصورة، العلوم الشرعية من عند الله سبحانه وتعالى، فعلوم واسعة الحمد لله. هلا هيك باتجاه وين نطلع؟ الطلاب هون صايرين؟ بسم الله. تفضل. قسم القرآن الكريم. نعم هون تلاوة وترتيل هون قسم. نعم تفضل.
قسم القرآن الكريم. السلام عليكم. العافية. لون الشباب أصوات جهورة. يحفظون القرآن الكريم من دول متعددة كما ترى، يعني في منهم العربي والتركي، في طبعا تونس، أوزبكستان، كازاخستان، شيشان، داغستان، في طاجكستان، تركمانستان موجودين هون. من يعني يتعلمون القراءة الصحيحة للقرآن أولا والتجويد، وطبعا هون قسم الحفظ بالذات، هون حفظ القرآن الكريم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله نتأمل من الشباب بين سنة ونص يكونوا قد ختموا كتاب الله عز وجل حفظا. غير هيك هو يتعرفوا كمان على السوريين، ما لانه مشكلتنا نحن في ناس بتقول لك مو دريانه بالقصه شو عم يصير. لا الآن قصتنا صارت مشهورة عالميا. نعم، وكما ذكرت لك أنه أساتذة بلاد الشام، علماء بلاد الشام انتشروا في الأرض وصار لهم أثر في كل مكان، أوروبا بكل دولها، أمريكا، آسيا، القارات الثلاث صار في، حتى في إفريقيا ذهبوا إلى، بعضهم ذهب إلى دول أفريقية يعني ما كان يروح لها العرب والسوريين بالذات، الآن فتحوا مدارس وعندهم نشاطات تعليمية الحمد لله. شيخ رضوان بيعرفونا مسبقا. الشباب أغلبهم أساتذتهم أو آبائهم أو أقاربهم درسوا في الشام سابقا، لذلك هم أرسلوا أبنائهم قالوا روحوا لعند مشايخ الشام، يعني درسوا، بعثوهم مخصوصا لهذا الأمر. هلا في كم اسم لعلماء من الشام ومن حلب، نعم، يعني مغيبين ما حدا عم يجيب سيرتهم ولا ذكرهم ولا، يعني في أكثر من عالم كثير عجزت الدنيا، يعني يروحوا على الأزهر بيقولوا لهم عنكم فلان وبتجوا لعنا، يعني بالعقيدة إن كان ولا ما. سبحان الله، قسمة ربانية، كل إنسان له اعتقاد في شخص أو في جماعة أو في ترتيب معين يأتي إليه أو يبحث عنه ويأتي إليه. سبحان الله، أهل المشرق بيأتوا إلى أهل المغرب، وأهل المغرب يذهبون إلى أهل المشرق، وهذا هي سبحان الله قسمة ربانية. بعض الناس يستفيد في بلده، بعض الناس لا يستفيد، يذهب إلى علماء آخرين وأشياخ آخرين يتعلم عليهم. شهرة لعلماء الشام وقسم من حلب يعني نعم. شهرة عالمية. نعم. يعني هن ناس ما بيتكرروا، بيقول لك هدول الناس يعني لازم الواحد ياخذ منهم. العلم ما انقطع، في عنا أمر أنه العلم ما انقطع في بلاد الشام منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا، ما انقطع العلم الشرعي في بلاد الشام، لذلك الاستمرارية فيه أعطته قوة وأعطت أسماء شخصيات لامعة جدا جدا في تاريخنا وفي حضارتنا الحمد لله. وإلى فترة قريبة قبل الأحداث كان هناك يعني أثر كبير لعلماء الشام الحمد لله. بيحكي على القوة، ها بدك نكمل ولا تريح شوي؟ ما بتفرق، نكمل تفضل. بسم الله. والله شيء بيشرح الصدر. مرحبا شيخ محمد، تعال معنا. ايه هون هذول ابنائنا السوريين تقريبا، في بعض منهم. السلام عليكم ورحمه الله. سلام. طبعا الاستاذ كيف صحة؟ بشير من الجزائر، من حفظة كتاب الله من أهلا وسهلا فيك. الجزائر. وطلابنا يعني الأكثرية سوريين، في من تونس، في من روسيا، في من تركيا هنا موجود، لكن الأكثر الشباب الآن يتعلمون كانوا القراءة والكتابة وبدء الحفظ الجديد للقرآن إن شاء الله تعالى، ليدخلوا إلى مجال الشريعة الإسلامية. الآن هذا قسم التمهيدي من له تمهيد للدخول إلى الشريعة. يلا هيك بيأسسوا لبعضهم علاقات هيك على كبر، بيكونوا متحدين، أمة إسلامية واحدة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. صور من حياة الصحابة أهلا الكرام. وسهلا فيك. الأستاذ أنور من كمان الأساتذة المعتبرين. يعطيك العافية، عليك العافية، الله يسلمك. يعني ها الواحد وقت اللي بيسمع قصص وبيسمع حكاية بصير فيه. هي مو قصص وحكاية، هي عبر. هذا نتكلم الآن عن البراء بن عازب، كيف أوقف المرتدون يعني كانوا سيطروا على بلاد الإسلام و40,000 مع مسيلمة الكذاب، فيعني كادت بيضة الإسلام أن تذهب، ولولا البراء بن مالك رحمه الله اقتحم على حصون مسيلمة الكذاب ما حصل، ما منع المرتدون يعني. طبعا الفضل الأول لأبي بكر، ولكن هو الذي أوقف المعارك وبقيادة خالد بن الوليد رحمه الله. يعني في حوادث بالتاريخ بتغير التاريخ. نعم، هذه من الحوادث التي غيرت مجرى التاريخ. وقال هو في هذا المعنى، قال يعني إذا الأنصار جمع الأنصار أصحابه من الأنصار، قال إذا يعني خسرتم في هذه المعركة فلا مدينة لكم، إلى القبر وإلى الموت وإلى الجنة، أما المدينة ستذهب، يعني مسيلمة سيسيطر على المدينة. فالحمد لله رب العالمين، الله عز وجل نصر الإسلام بهؤلاء الناس. وأقول للشباب أنا هنا
أقول لولا هؤلاء ما وصل الإسلام إليكم. كل واحد من هؤلاء الشباب من بلد، من أمريكا، من أوزبكستان، من سوريا، كل واحد من بلد يعني. نعم. يعني الواحد بالحياة إذا ما في عنده قرار فبتروح باتجاه بدك تقرر، فهذا قرار يعني كان أبدا أبدا. فهن بيستشعروا عن بعد وبيعرفوا شو اللي عم يصير. سيدي لو لم يكونوا هكذا لكان ما كان الله عز وجل يختار أن يكون أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. الله يعطيك العافية أستاذ أنوار. المادة نحو وإعراب. الله يعينهم. أكرمك والله. لا الحمد لله نحن نمارس متعة مع إخواننا الطلاب في فهم المعنى والإعراب. يعني تبع القواعد فبتسهل القصة. نعم، ونطبق القواعد على الإعراب. بارك الله فيكم. بدك تفهمني إياها هي، نطبق القواعد على الإعراب. بالعكس، نطبق الإعراب على القواعد. مثلا الاستثناء قبل قليل ذكرنا الاستثناء مثل هذا: جاء المسافرون إلا أمتعتهم. هذا الاستثناء الأمتعة هي ليست من المسافرين حتى نقول هو مستثناء عادي، إنما هو شيء آخر، فسمينا استثناء منقطع. ما فائدة الاستثناء المنقطع؟ قال يفيد الاستدراك. يفهم من قولنا جاء المسافرون أنهم جاءوا مع الأمتعة، أما عندما قلنا إلا أمتعتهم والأمتعة ليست من المسافرين فهذا استثناء منقطع. ما فائدته؟ أفاد الاستدراك. طيب هلا إلا بالقرآن الكريم يعني في إلى معنى والناس بتفسرها بمعنى آخر، إنه دائما هي استثناء إلا، بس هي بتعطي مدلول آخر. إلا تفسير إلا أنواعها ذكرناها: أن يكون المستثنى، أن تكون الجملة تامة مثبتة، فنقول جاء الطلاب إلا خالدا، هذا نوع، فيكون خالدا مستثنى بإلا قطعا. وعندنا تام ومنفي، نقول ما جاء الطلاب إلا خالدا. ففي هذه الحالة يصح في إلا وجهان: يصح أن تعرب أداة استثناء، ويصح أن تعرب أيضا أداة حصر. فيكون ما بعد إلا إما أنه مستثنى بإلا إذا اعتبرناها أداة استثناء، وإما أنه بدل من الطلاب ونعتبر إلا أداة حصر. أما القسم الثالث إذا كان ناقصا ومنفيا فهذا يكون كما لو كانت إلا غير موجودة: ما جاء الطلاب إلا خالد، احذف ما، احذف إلا، جاء خالد فاعل. ما رأيت إلا خالدا، احذف ما، احذف إلا، رأيت خالدا. ما سلمت إلا على خالدين، يعني اسم مجرور، فتكون إلا كأنها غير موجودة، وهذا يسمى ناقص منفي. أما هذا القسم ليس داخل ضمن هؤلاء، لأن المستثنى منه غير داخل بالمستثنى، ليس من جنسي، فسميناه منقطع. يعني ومنكم نستفيد. بارك الله. القواعد والإعراب غير الواحد إنه يقرأ بس هيك على الماشي. لابد من فهم المعنى مع الإعراب. شكرا لك، شكرا. يعطيك العافية. الله يبارك فيكم. يا اهلا التعامل وسهلا. مع الشباب غير شكل. الله يبارك فيكم، اكرمكم الله. يعني هو بصير في صداقات وعلاقات أكثر، ناس بتجي وتروح اهلا وسهلا ومرحبا، الله يبارك فيكم. يعني الواحد إذا بده يوصل لمرحلة إنه هو علمه يوصل للطرف الآخر، فقديش بده بقى شغل، وقديش بده يعني بده هيك حضور، وبده ترتيب، وبده أسلوب، متعبة. ما هو التدريس يعني؟ التدريس مهنة شريفة، لأن أول من قام بهذا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالمدرس في الحقيقة هو يبلغ، وخاصة في المواد الشرعية والكونية، هو في الحقيقة يبلغ العلم إلى مريديه. وأنا أقول الطلاب والمدارس والإدارات لهم فضل في تهيئة الجو للمدرس في إيصال علمه. الآن أنا عندي درس كان ساعة من الزمان في كتاب معين، لو أردت هالمعلومات هي بلغها للناس ل20 إنسان من الصباح إلى المساء، مشيت في الطريق، كم واحد يقف معي؟ 1 2 3. أما كونهم الحمد لله مجتمعين في مكان واحد، مكان مناسب، 20 قعدوا استمعوا إلي في هذا الدرس، فهموا شيء، ما فهموا سألوا عنه شيء، تناقشنا به، أخذ وعطى ورد. هذا تهيئة هذا الجو، هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. هن يستفيدوا من أفكار بعض كونهم موجودين بنفس المكان. لا، أنا دائما في عنا بعض الدروس يعني حقيقة نحصل فيها
ما المدرس فقط لإدارة دفة النقاش بين الطلاب. أما الطلاب، وهذا خاصة يكون إخواني إن شاء الله في المستقبل لكم في الدراسات العليا، في الدراسات العليا ما يناسب المدرس يفتح كتاب ويقرأ على الطلاب، هؤلاء أصبحوا مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، فلا نطرح فكرة ويتناقش بها الطلاب بعضهم مع بعض، يتناقش بها الطلاب ونخرج بنتيجة قد تكون موافقة لما جاء في كتابنا وقد تكون مخالفة. لا شرط أن تكون موافقة دائما، أن طالب الدراسات العليا يجب أن يكون إن شاء الله، وكلكم تصلون إلى هذه المرحلة بإذن الله، يجب أن يكون يعني عقله غير مقيد التساؤل موجود دائما، عنده الأساس، لكن عنده الأساسات. إذا ما عنده أساس لا يصلح أن يناقش. جزاك الله خير. شكرا لك، الله يسلمك. سمي هذا المعهد تيمنا باسم الإمام. وهنا إخواننا الأتراك يعني المذهب الغالب عندهم طبعا هذا لأنه كان أيام الخلافة العثمانية المذهب الحنفي، كان قضاة هون ومفتيهم على المذهب الحنفي، مع اعتبار يعني المذهب الشافعي، المذهب المالكي، المذهب الحنبلي، الله يرضى عنهم أصحاب المذاهب الأخرى لهم اعتبارات ولهم أقوالهم المعتمدة، ولكن الخلافة العثمانية اتخذت المذهب الحنفي لسعته، واسع، يسع كثير يعني من في أحكام فيها تيسير على الأمة بنقول نحن، فلذلك يعني اختارت هذا المذهب ولا زال يعني انتشاره الآن في الأمة الإسلامية. أي سؤال بتلاقي جوابه، أي تساؤل بيلاقوا حله. الإمام كان يضع مسائل افتراضية لما سيأتي، وفعلا حصلت، وخصوصا الآن في أيامنا موضوع البنوك والصرف والفائدة وكل هذه الأمور، كل المعاملات هذه أو الأحكام بالمعاملات، الإمام رضي الله عنه الإمام أبو حنيفة حط لنا مسائل افتراضية، لو حصل كذا جواب المسألة بيكون كذا وكذا. ولذلك يعني اسم المعهد هذا معهد الإمام الأعظم، نصيب منه يعني معهد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. طبعا نحن ضمن المعهد بندرس المذهب الحنفي، وأيضا من جديد فتحنا قسم للمذهب الشافعي من جديد أيضا يعني رضي الله عنهم، مع تدريسنا أيضا للمذهب المالكي. عندنا عندنا قسم ثاني ضمنه التخصص الفقهي، هذا بعد الدراسة 5 سنوات، في 4 سنوات تخصص فقهي يدرس الطالب في المذاهب الأربعة. وبالإضافة حتى في المعهد عندنا الصف الرابع والخامس بيدرسوا آيات الأحكام وأحاديث الأحكام في المذاهب الأربعة. شكرا يعطيكم العافية. جينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.